هو العيد فرحه وكل حاجه يعني، وسعدنا بيها بيخليها ذكرى سعيده لبعد العيد. ايه ده؟ مين سعدنا؟ سعدنا بيها اللي هي سعدنا بفرحه العيد يعني. بيخليها ذكرى سعيده لاخر العيد. بس في شويه مظاهر كده مش منطقيه بتحصل في العيد. الناس كلها بتحب تنزل تصلي العيد لان دي هي اصلا اجمل حاجه، وهو ده اللي بيحسسنا بالعيد. ومش دي المشكله خالص، المشكله كلها في الناس اللي بتصلي. ومعروفه يعني ان الرجاله بتصلي الاول، بعد كده النساء، بعد كده الاطفال. بس اللي بيحصل في اليوم ده استهبال بالمعنى الحرفي، اللي هو بتلاقي الوليه من دول حابه تصلي جنب جوزها كنوع من انواع الحب والرومانسيه، وكأن هي دي الحاجه اللي هتدخلها الجنه، وهو بيحب يعلي عليها كنوع من انواع الحمايه، وان هو الامن والامان ليها من اللي حواليها. ناسي خالص ان في رجاله بتصلي وراهم، وان ده تشتيت وما يصحش. يا اخوانا احنا نازلين ناخد حسنات، تمام؟ يا ريت نحترم الدين شويه وما نهبطش فيه. تاني مظهر مش منطقي وهو البنات في العيد. في بعض البنات في العيد تحسهم بيروحوا البيت كده يقلعوا الازداد اللي كانوا بيصلوا بيه، وهوبا يشدوا الطرحه لورا، يطلعوا نص شعرهم لقدام وينزلوا على طول. مش مهم بقى لابسين ايه تحت الازدال بقى، كارينا بقى بنطلون في زون، اقلع شد انزل. اللغز اللي محيرني ومحير العلماء كلها ومحيرك قوة الإيمان اللي عندها إنها لازم تنزل بالطرحة عشان ما ينفعش الناس تشوف شعرها، عيب. يا الله يا ولي الصابرين. نيجي بقى للولاد، غالبا دول مش بيصلوا العيد أصلا، وبيبقوا واقفين قدام الحلاق بقالهم يومين، عشان كله عاوز يعمل الحلاقة على أذان العيد بالظبط، عشان بالتالي شعره يبقى إيه يعني لسه جديد لانج كده وهو نازل بعد العيد. وكلهم بيعملوا نفس الحلقة، اللي هو درج الجناب، اعمل استشوار، اصبغ شعرك. وغالبا لو في 2 صحاب بيعملوا نفس الصبغه عشان الماتش في الشكل وكده. وبعد ما الحلاقه ما تخلص بيروحوا يجيبوا سلسله ويأجروا مكنه صيني عشان يبقى كده طقم السرسجه كله كمل. وبعد كده على اي جنينه، ويروحوا الجنينه بقى يقابلوا مين؟ البنات لسه اصلا متكلمين عليهم من شويه، اللي هو بتوع مين؟ اقلع شد انزل. وبيشتروا مسدسات غرز طبعا، وبيبقوا ماشيين في الجنينه كده عمالين ينشلوا على البنات، ينشلوا على البنات حرفيا. انتوا عارفين طبعا بينشلوا فين. فنصيحه ليك يا حاج، لو خايف على مصلحه بنتك، المصلحه ما تنزلهاش في الايام دي، بالذات لو كانت لوحدها. ومن الحاجات المستفزه جدا في العيد الاطفال. اكون ماشي في الشارع عادي جدا، الاقي الطفل من دول جايب المسدس الغرز بتاعه ومنشل عليا وفاكر نفسه جيمس بوند، وبيقول لي شخلل عشان تعدي. مش دي المشكله، المشكله بقى لو انا ما شخللتش، بتلاقوا اصحابه كلهم ظهروا ومعاهم مسدسات من كل حته وكله عمال ينشل عليك، بيحسسوني كاني يهودي جاي يحتل البلد. نصيحه مني ليك، لازم وانت ماشي في الشارع في الايام دي يبقى معاك فكه. اكتر حاجه رخمه زياره العيد. يا جماعه انا راجل بحب ارجع من صلاه العيد اشرب الشاي بلبن بتاعي مع كام بسكوتايه حلوه، واشغل مسرحيه العيال كبرت وانام. عارف انها صلاه رحم وكل حاجه، طب بس ما تيجي نصل ارحامنا بعد الظهر. وليه بعد الظهر؟ ما نقيل بعد الظهر ونصل ارحامنا بعد العصر. ومش بس كده، الفكره بقى لما اروح انا اعمل زياره، مش تيجي لي زياره، لازم اكل 5000 بسكوته على 500 كحكه على طبق فول سوداني على طبقين ترمس، عشان يتاكدوا ان انا مش مكسوف، ويأكد لي قد ايه هو كريم. يا جماعه والله احنا هنخلص الزياره دي هنروح زياره تانية، وهناك بيخلونا ناكل نفس الكميه. ارحموا بطن المسكينه. وبعدين احب اوجه نداء لخلاني وعمامي، مش معنى ان انا كبرت والشنب طلع في وشي ان انا كده كبرت على العاديه. المفروض طالما انا كبرت العاديه تكبر.